الرحيم. هنعمل وصفة النهاردة رز بسمتي بالفراخ الكشميري وصوص الأجار. دوت اللي هو المانجا المخللة. أنا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا حلة على النار فيها بصل ولومي وعود قرفة وحبهان وورق لورا وفصين مستكة. مجهزة هنا الفراخ، كنت متبلاها ببصل وليمون وكزبرة وفلفل اسود ورشة ملح وحبهان وجوز الطيب. هنزلها تتسلق في طاسة على النار، حتى فصين مستكة ومعلقتين زيت زيتون او زيت نباتي عادي. هنزل ببصلة مفرومة صغيرة عليها رشة فلفل اسود، هسيبها بس تاخد كده تشويحة. بعد ما البصلة خدت معايا تشويحة هنزل بنص معلقة ثوم مفرومة وكمان زيهم جنزبيل فريش مبشور. لو مش متواجد عندك ممكن تحطي جنزبيل بودر، بس الفريش بيدي نكهة اقوى واحلى. هسيبهم برضو ياخدوا تشويحة مع بعض. البصل والثوم والجنزبيل خدوا تشويحة، هنزل بمعلقتين المخلل بتوع القشار المانجا برضو اديهم تشويحة كده، وكمان عليهم معلقة صلصة طماطم، وانزل بنص كوباية كريمة لباني. المنكهات اللي عندي كاري وكزبرة وفلفل اسود. هحط بس رشة بقدونس ورشة ملح بسيطة، وهعمل حساب ان المانجا عندي فيها ملح اوريدي، هظبط الحتة دي وخلاص اطفي عليها. نيجي بقى لخطوة الرز. حتى هنا معلقة سمنة على زيت وفيهم فص مستكة. هنزل بالرز البسمتي منقوع ومغسول لمدة ربع ساعة، طبعا الكمية تقديرية. هحط عليهم معلقة صوص من اللي انا عملته واسقيه بقى بشوربة الفراخ. هسيبه ياخد غلوة وبعد كده اهدي عليه النار لحد ما الرز يتشرب ويستوي وتكون الفراخ استوت عندي. الفراخ عندي استوت بعد ما سلقتها. عندي هنا بودرة زعفران على معلقة سمنة ورشة ملح ورشة فلفل اسود. هدهنها بس كده وهشغل الفرن عليها لحد ما تاخد لون ويكون الرز عندي استوى كده، تبقى الاكلة جهزت. بعد ما الرز استوى والفراخ اتحمرت عندي في الفرن، هبتدي بقى ادهنها بالصوص دوت على الوش كده. وعندي هنا بصل محمر هحطه كده على الوش. بكده تكون جهزت معايا للاكل. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها حلوه قوي وهي فكرتها جديده. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.